يبقى ما بين 20 ل 35. تمام. وبالنسبه لحضرتك المانجمنت بتعتمد على حجم الشركه، بس يوجوالي طالما حجم الشركه كويس مقابله كويس بيكون في حدود ال $10,000. 20 25 تقريبا. 25. بالنسبه لك 12 22 تقريبا من 12 ل 18 20 في الرينج ده. انا بالنسبه لي ساكن في كومباوند، فبدفع في السنه ما بين 40 ل 60 حسب بقى. من 8000. 8000. تمام. تزيد بقى حسب الخبره هل شايف السعوديه دوله عنصريه؟ والله انت عايز تمشيني السعوديه صح؟ براحتك انت. بص ايه الاخبار، عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ زي الفل. عرفونا بنفسكم. انا اسمي مدحت وحيد، سيلز سوبرفايزر هنا في شركه العلاليه. تمام. بقالك كام سنه في السعوديه؟ انا الاول كنت قعدت حوالي 6 سنين، وحاليا بقى لي حوالي سنه وشويه. تمام. بالنسبه لك محمود عبد القادر، اريا سيلز مانجر، بقالي 11 سنه في السعوديه. محمود الخوانكي، بشتغل هنا كريدت كنترول في السعوديه بقالي 10 سنين. تمام. وائل شحاته، مدير عام شركه، بقالي في السعوديه 25 سنه. قريب من مصر. بقالك قد ايه في السعوديه؟ بقالي 13 سنه هنا. ما شاء الله. وشغال ايه؟ شغال في شركه اسمها الكفاح، مدير مكتب نائب رئيس مجلس الاداره. محمد رفعت، انا شغال اي سي بي كونسلتنت هنا بقالي في السعوديه حوالي 9 سنين. بس قاعد في الدمام. تمام. بالنسبه لك عمرو بدري، بقالي في السعوديه هنا يمكن عمري كله. انا كنت في السعوديه. شغال في ايه؟ عشان محاسب. محاسب. مساء النور. محمد مصر، شغال في السعوديه بقالي 5 سنين. شغال ايه في السعوديه؟ بشتغل مدير تصوير في التلفزيون. خلينا نسال اسئله محرجه وصعبه شويه. تمام. الوظيفه اللي كل واحد شغال فيها تقريبا رينج المرتبات فيها من كام لكام؟ بالنسبه للكريدت كنترول المانجرز مثلا ممكن يبقى ما بين 20 ل 35. تمام. وبالنسبه لحضرتك المانجمنت بتعتمد على حجم الشركه، بس يوجوالي طالما حجم الشركه كويس مقابله كويس بيكون في حدود ال $10,000. لا، خلينا نتكلم بالريال لو حد عايز يعني تقريبا 40,000 ريال. والله بص، هي بتختلف طبعا من المكان اللي انت شغال فيه، يعني فاهمني، بس هي بتبقى يعني من حوالي تقريبا 6000 لغايه ما فوق. 6000 لما فوق. تقريبا من 12 ل 18 20 في الرينج ده. تمام. بالنسبه لي نفس الموضوع. هو في عامه مينيمم 10 ماكسيمم 16 17. الكلام ده صافي ولا في ضرايب بتسحب منه؟ مفيش أي ضرايب. بس مفيش ضرايب هنا اصلا. كده انت في 15% اللي هي التاكس بتبقى على اي حاجه بتشتريها. ده التاكس موجود عند اي حاجه. بس انت بتتكلم في ده الصافي. لا ده الصافي. طيب 20 25 تقريبا. 20 25. بالنسبه لك 12 22 12 22. ستارت من 8000. 8000. تمام. تزيد بقى حسب الخبره الفلوس دي بتبقى كفايه للعيله اللي هتعيش في السعوديه ولا المبلغ ما يبقاش كويس قوي؟ بص، هي ديبند حسب ما انت هتعيش ازاي. يعني في ناس ممكن تبقى مصاريفها عامه على قد مدرسه، على قد بيت. في ناس مثلا ممكن يبقى قاعد في كومباوند، ممكن يبقى بوادي مدارس انترناشونال اغلى شويه، ممكن يبقى عنده اللايف ستايل بتاعه شويه في بذخ. لكن في النهايه انا اعتقد ان رينج من 15 او من ليتس سي ستارتنج من 10 ممكن فاميلي تعيش بيه كويس. يعني 10000 ريال يكفي عيله 4 افراد مثلا؟ يكفي عيله 4 افراد، ده في رايي. طيب. والله في السعوديه بشكل عام هو العيشه كويسه جدا بالنسبه للرينج الرواتب هنا. يعني مثلا 10000 ريال كويس جدا 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 بالنسبه مدارس، اكل وشرب، مع كل حاجه اسره تعيش وتعيش مرتاحه، يعني تعيش مبسوطه يعني. طيب المبلغ ده تدفع منه قد ايه ايجار تقريبا؟ يعني ممكن تدفع مثلا منه على حسب برضو المكان اللي انت فيه. انت لو ساكن مثلا، انا ساكن في المنطقه الشرقيه في الخبر، فالرينج السكن هناك تقريبا حوالي من 15 وما فوق في السنه يعني. السنه. تمام. لكن طبعا في الرياض اغلى، في اماكن ثانيه بتكون اقل يعني. والله انا قاعد في، هو يمكن الرياض من السكن فيها غالي شويه، مش زي انا في الرياض ومحمود في الدمام. تمام. في الرياض ممكن الرينج مثلا من 25 ل 30 في السنه. ده طبعا العوائل عشان انا معايا زوجتي واولادي وكده يعني. تمام. تقريبا يعني. بالنسبه لك؟ بالنسبه لي يعني من 12 ل 18 في السنه. ده في السنه. حسب برضه انت بتختار. لا، انا خلينا نتكلم عليك انت شخصيا. يعني تقريبا رينج الايجار قد ايه؟ حوالي 50 في السنه. بالنسبه لك 20% من الراتب. 20% من الراتب. بيبقى ايجار سنوي. في رينج، انا بالنسبه لي بدفع في رينج ال 20. طيب. 20 ده طبعا عشان الاستوديو مفروش، يعني لو في ناس بتاخد فاضي بيبقى ارخص شويه. انا بالنسبه لي ساكن في كومباوند، فبدفع في السنه ما بين 40 ل 60 حسب بقى. تمام. بالنسبه لحضرتك نفس الرينج برضه، نفس الرينج. ايه بالنسبه لك؟ قول لي حاجه واحده مثلا، مساوئ ومميزات الحياه في السعوديه بالنسبه كمصريين او كاجانب بشكل عام. طيب خلينا نبدا بالمميزات. بص، هي الحياه في السعوديه هنا ما شاء الله حياه جميله وسهله. يعني ايه سهله؟ يعني انت بتخلص كل حاجتك انت عايزها بابلكيشن على التليفون.
اي حاجه انت محتاجها حواليك موجوده، فاهمني؟ فالحاجات دي كلها طبعا بتبقى ميزه كويسه جدا، طبعا بخلاف طبعا الحمد لله يعني الناس هنا فريندلي جدا. انا بتكلم عن تجربتي انا كشخصيه يعني فريندلي جدا ما شاء الله، ومتقبلين بقى الاجانب كلهم في كافه الجنسيات يعني. تمام. بتلاقي وقت لعيلتك، دي ميزه كبيره جدا. تمام. بالنسبه لي انا الحياه في السعوديه سهله، دي اهم ميزه، وحتى مقارنه مش بس بالدول العربيه، بالعالم كله تقريبا. يعني هنا موضوع ان كل الخدمات بقت الكترونيه تقريبا، كل حاجه تقدر تعملها من على الموبايل بتاعك، كل حاجه بقت متاحه ابلكيشن. حتى اعتقد ان احنا لما بنتكلم مع اوروبيين او امريكان، هم ذات نفسهم بينبهروا من المستوى اللي وصلت له الخدمات الالكترونيه هنا في السعوديه، وده شايفها ميزه مهمه جدا الصراحه يعني. بالنسبه لك؟ يعني السعوديه دي بلدي، حياتي كلها هنا. انت مولود في السعوديه؟ مولود في السعوديه، يعني انت اكنك سعودي تقريبا كده. يمكن ليا سبيشال كيس شويه. انا اهلي كلهم موجودين هنا. انا والدي مستشار هنا في ينبع بقاله اكتر من 15 سنه، وتقريبا والدتي واخواتي، وانا يمكن قعدت فتره كبيره جدا في الدمام، وبعد كده نزلت مصر ورجعت تاني. انا عايز اقول لك ان انا مصري، نزلت مصر بعد 6 سنين حسيت ان انا مش في بلدي هناك، وللاسف كنت يعني يمكن محمود صديق الغربه من فتره كبيره، وانا كنا على تواصل كبير جدا وانا في مصر، وهو عارف يعني. كنت بقول له لا انا لازم اجي تاني، ما كنتش عارف اعيش في مصر، ودي مشكله. يعني انت بالنسبه لك ما فيش اي عيوب الحياه في السعوديه؟ لا والله بالنسبه لي فعلا الحياه في السعوديه افضل بكتير جدا 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 من اي مكان تاني. يعني في دبي، في اي مكان تاني، سواء في البلاد العربيه بصفه عامه، لا السعوديه من افضل البلاد اللي موجوده يعني. بالنسبه لي دي اهم حاجه، اللي يعني موضوع تقعد مع اسرتك في حته فيها تدين شويه وحاجه كلها قريبه منك، فبالنسبه لي ده مريح نفسيا. ممنوع الصرف ابتدائي، انا شايف اللي هو يوجوال هنا حاجه ممتازه. بقعد مع عيالي هنا زي ما محمد مدحت قال 10000 بيكفوني وزياده. فبالنسبه لي لما تكون الاسره معايا هنا كلها في مجتمع متدين شويه، فده بالنسبه لي حاجه مميزه. الميزات في السعوديه صراحه كتير، يعني كتكنولوجيا، كتطور، كل حاجه بتحتاجها بتلاقيها، يعني ممكن تعملها بالتليفون. كنظام مالي، كبنوك، كتعامل مع الابلكيشنز بشكل عام يعني. بالنسبه للعيوب؟ العيوب والله بص، لا بلاش نتكلم في العيوب. اقول لك على حاجه والله، انت عايز تمشيني السعوديه صح؟ لا براحتك انت. بص لك حاجه والله، هو انا الحمد لله برضو ما واجهتش صعوبات، الحمد لله الحمد لله. يمكن انا شخصيتي قريبه منهم شويه، انا يعني بتاع شغل اكتر، ماليش في المشاكل، ماليش في حاجات كده، فالحمد لله الامور عندي كلها مستقره. ولكن كعيوب يعني انا شايف ان الامور لا والله كويسين السعوديين كويسين جدا. الحنين للعيلة الكبيرة، وان ولاد العمومة وولاد الاخوات بيكبروا وانت بيبقى عندك ارتباطات ما بتقدرش تحضرها. دي بالنسبة للعيوب. دي العيوب، ودي اهم الميزات. دي عيوب غربة بشكل عام، خلينا نتكلم عن السعودية بشكل خاص. لا ما فيش، السعودية تعتبر من احسن اختيارات الغربة لو هنتكلم على الغربة بشكل عام، لان ساعة ونص ساعتين بتبقى في مصر، فالقصة مش صعبة ابدا. مفيش يعني، طبعا كل بلد فيها عيوبها، بس العيوب في السعودية مقارنة بالدول الثانية يعني نادرة جدا. يعني ان شاء الله الشعب مرحب ومش عنصري، دي اهم حاجه، ولحد ما بيحب العرب، يعني بيحب المصريين كمان يعني. عيوب هي بس احساس الغربه، بس احساس الغربه، انما غير كده انا تقريبا بقيت بعرف اعيش في السعوديه اكتر ما بعيش في مصر. بالنسبه لك؟ لا مفيش عيوب. مفيش عيوب. طب لسه سؤال صعب شويه، بس لو مش حابين تجاوبوا عليه بلاش. هل شايف السعوديه دوله عنصريه؟ لا، انا عشت في امريكا فتره طويله، واقدر اقول لك ان السعوديه ما فيهاش عنصريه خالص خالص خالص. ده كلام كاميرات ولا عادي؟ لا 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 لا. انا عن نفسي اهو بقى لي 10 سنين هنا، عمري ما قابلت موقف فيه اي عنصريه، ولا بناء على الناشوناليتي، ولا بناء على الريس بتاعك، ولا بناء على اي حاجه. الحمد لله. بالنسبه لحضرتك محمد، انت تعرف انا ابني عايش في التشيك وعارف اللي بيقابلوه في التشيك. تمام. وانا قلت لك بره الهوا او بره التسجيل فعلا انا واقع في غرام السعوديه. الناس طيبين جدا، المجتمع له خصوصياته، والسعوديين عندهم مثل يقول لك الغريب قديم. لو التزمت بالعادات والتقاليد بتاعه البلد انت هتعيش نجم وسلطان زمانك، والناس طيبين فعلا فعلا فعلا. لا لا خالص، يعني حتى لما كان في ماتش الاهلي والاتحاد مثلا اخر حاجه من كام يوم، قعدنا نحفل على بعض قبل الماتش، وكان هزار وضحك بعد الماتش، كان كلنا حبايب ونتصور مع بعض. يعني ما حصلش بشكل شخصي؟ لا 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 عكس السعوديين بصفه عامه، يعني هو كل شعب فيه الحلو وفيه الوحش، ولكن السعوديين بصفه عامه يمكن الاغلب تعاملنا معاهم، سواء جيراننا في السكن، سواء في الشغل، سواء في اي مكان في الشارع حتى، بتشوف يعني بصراحه معامله محترمه جدا جدا جدا. انت طول ما انت ملتزم بالقوانين بتاعه البلد ونظامي زي ما بتقول الموضوع، لا بالعكس، الناس بتشيلك فوق دماغها.
تاريخها بصراحه يعني. لا بس هي زي ما انت عارف كل بلد ليها طبيعه خاصه وليها ثقافتها، فلازم انت يعني طالما خدت قرار انت تعيش في بلد غير بلدك لازم تتاقلم مع الثقافه دي وازاي تعرف تعيش معاها. انما عنصريه من لا شيء لا مفيش. يعني ما حصلش معاك اي موقف شخصي؟ لا موقف شخصي لا. بالنسبه لك؟ مش بلد عنصري، هو الامر ما يخلاش ممكن تقابل حادثه او اتنين بس ما تقدرش تعبر بيها عن المجتمع كله. ما تعتبرش السعوديه دوله عنصريه؟ طيب انت لو راجع بيك الزمن لورا كنت اخترت برضه السعوديه؟ طبعا. ولا بس نكمل؟ اقول لك ليه، لان انا اصلا اتولدت في السعوديه. اتولدت في السعوديه؟ يعني اتولدت في السعوديه في جيزان، وقعدت حوالي تقريبا سنتين 3 كده، ورجيت مصر خلاص دراستي كلها، وبعد كده رجعت السعوديه تاني. يعني ما تفكرش تسيب السعوديه؟ لا ان شاء الله مكمل على طول. مكمل على طول ان شاء الله. المستقبل القريب بفكر انا قاعد شويه في السعوديه، ومقارنه اصلا عشت شويه في اوروبا، فانا فكرت ترجع اوروبا يعني؟ لا السعوديه بصراحه بالنسبه لي انا افضل يعني من اكتر من زاويه يعني. بص هو انا مقتنع ان الانسان اختياراته ما بتبقاش بالدقه دي، يعني انت دايما بتبقى في جزء من حياتك مسير شويه فيه ولو بنسبه يعني. فلو رجع بيا الزمن وعندي القدره الكامله ان انا اختار بدون اي ضغوط خارجيه يعني، اعتقد هختار السعوديه، بس هيبقى في شويه حاجات تانية اضيفها بقى من الاكسبيرينس اللي خدتها من الخبره بتاعتي. او زي ايه مثلا؟ زي ان انت لما تكون في السعوديه لازم تكون عامل بلان مش لسنه ولا 2. يعني احنا بندخل السعوديه دايما بتبقى عندك بلان انا جاي اقعد سنه 2 وماشي الكلام ده كله. لا اللي هو تمرشن لا انت المفروض يبقى عندك لونج تيرم بلان شويه، ان انت تبقى عارف انت عاوز ايه وهتنفست فين وهتعمل ايه عشان خاطر 10 سنين قدام مثلا، مش اقل من كده يعني. تمام. بالنسبه لك انت اصلا انت برضه السعوديه فما فيش اختيار. مفيش اختيار. كنت اخترت تتولد فين طيب؟ لا في مصر بلد. تتولد في مصر برضه. وبتفكر تكمل حياتك في السعوديه ولا؟ بفكر اكمل خلاص. كمل في السعوديه. وبالنسبه لك بتفكر برضه تكمل في السعوديه؟ والله لو في امكانيه اكيد اكمل في السعوديه. تمام شكرا.